السلام عليكم أصدقائي عشاق الكرة. نلتقي اليوم مع مواجهة مثيرة ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث يواجه المنتخب الجزائري نظيره الصومالي في مباراة حاسمة. يا جماعة شوفوا المهزلة. منتخب الجزائر بطل إفريقيا سابقا، واللي عنده لاعبين في أوروبا يخاف مناش من الصومال اللي حتى الفيفا ما تعرفش آخر مرة وش دار، ولا كابوس لمنتخب كان الناس تحسبه محارب الصحراء. تخيل منتخب عنده كل الإمكانيات يضرب حساب لمنتخب ما عندوش حتى ملعب مليح يتدرب فيه. والله غير هذه مشي كورة، هذه مسرحية هزلية. النتيجة الجزائر خسرت صورتها قدام العالم قبل حتى ما تبدأ المباراة. الخوف ماشي من الخصم، الخوف كي تولي مضحكة قدام جمهورك. الموعد هو 6 أكتوبر 2025. أما المفاجأة فهي أن المباراة لن تلعب في الصومال، بل ستقام في الجزائر، بعد أن تعذر على الصومال استضافة اللقاء بسبب غياب ملعب معتمد من الفيفا. منتخب الجزائر اللي كان بطل إفريقيا اليوم راهو خايف مناش من الصومال اللي ما زال يبحث على أول فوز تاريخي ولا يرعب بالمحاربين. تخيل معايا لاعبين في أوروبا، ملاعب عالمية، إمكانيات كبيرة، وفي الأخير نخافوا من الصومال. والله غير كوميديا ماشي كورة. الخلاصة المنتخب ما خسرش نقاط، خسر صورته قدام العالم كامل. تصور معايا منتخب كان بطل إفريقيا، عنده نجوم يلعبوا في أكبر الفرق الأوروبية وتاريخه معروف، واليوم نسمعوا باللي راهو خايف يلعب ضد الصومال. إيه يا خو الصومال؟ هذه مش غير حكاية عادية، هذه مهزلة كروية بكل معنى الكلمة. كل إعلام بدأ يهدر والناس كامل ولت تتساءل، معقول الجزائر اللي كنا نحسبوها كبيرة وتخوف تولي هي اللي تخاف من منتخب باين مازال في بداية الطريق؟ بصح والمشكل ماشي في الصومال، المشكل في العقلية. كل منتخب الكبير يبان عليه الخوف راهو يبعث رسالة باللي ما بقاش واثق في روحه. بدل ما نخدموا على رواحنا نصلحوا الأخطاء ونبنيوا منتخب يرجع يهاب، نلقاو رواحنا نهضروا على الخوف من مواجهة فريق ما عندوش حتى ربع الإمكانيات اللي عنده. والمفارقة وين؟ الصومال رغم تواضع مستواه يدخل يلعب برجولة وحماس خاطر ما عندوش وش يخسر، وإحنا اللي عندها كلش نخسروا صورتنا قبل ما تبدأ المباراة. كرة القدم مش غير رجلين يركضوا ورا الكرة، كرة القدم عقلية، شخصية، احترام للقميص وثقة في روحك. وإذا هذو يغابوا حتى أضعف منتخب يقدر يوريك صغير. اللي صار مع الجزائر مش مجرد خطأ، هذه لحظة سوداء، مهزلة تخلي الجماهير بين الغضب والضحك. والدرس باين، ما تخافش من خصمك، الخوف الحقيقي هو كي تفقد صورتك وهيبتك قدام شعبك. الجزائر تدخل المباراة وهي متصدرة مجموعتها، وتحتاج فقط لنقطتين إضافيتين من أجل حسم التأهل إلى المونديال. لهذا فالجماهير الجزائرية تنتظر عرضاً قوياً من الخضر لتأكيد الزعامة الإفريقية. أما الصومال فسيبحث عن مفاجأة تاريخية ومحاولة خطف نتيجة إيجابية تعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبيه. من الناحية الفنية الجزائر تبدو الأوفر حظاً بفضل قوة لاعبيها وخبرة نجومها، إضافة إلى عامل الأرض والجمهور. في المقابل من المتوقع أن يعتمد منتخب الصومال على الدفاع والكرات الثابتة، مع محاولة مباغتة الجزائر بهجمات مرتدة سريعة. كل الأنظار ستكون موجهة نحو هذا اللقاء الذي قد يكون بمثابة تذكرة عبور رسمية لمحارب الصحراء نحو مونديال 2026. فهل سيحسمها الخضر مبكراً ويفرحون جماهيرهم، أم أن الصومال سيخلق المفاجأة الكبرى؟ الجواب سيكون يوم المباراة،
فترقبوا معنا هذا الموعد الكروي الهام. وقبل ما نختم هذا الفيديو، إذا عجبك المحتوى ما تنساش تضغط على زر الإعجاب وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد عن مباريات المنتخب الجزائري وباقي المنتخبات الأفريقية أولا بأول. دعمكم يهمنا بزاف ويشجعنا نقدم لكم المزيد من الفيديوهات الحصرية والتحليلات الكروية. نشوفوكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم.